رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم. أرضى مولاه بما التزم. أول ما بيدخل رمضان بتبدأ معاناتها مع الطبخات والفطور، وكل يوم شو لازم أطبخ وقديش حياخد وقت، وخدي على تأنيب وملامة لنفسها بين العبادة والطاعة اللي نفسها تتفرغ لها وبين المهام والمسؤوليات اللي عليها. أول نقطة حاب أقلك إنك مو لحالك وأنا معاكي، هذا حالنا كلنا برمضان، ولكن بدي ذكر حالي وذكرك بشي مهم ويخفف عنا، وهي النية. وقفتك بالمطبخ كل هالساعات حيكون إلك أجر فيها أكبر من كونك عم تصلي. يعني الصلاة خير وبركة أكيد، ولكن بوقفتك هي احتسبي أجر إفطار صائم، وإن شاء الله بكل دقيقة عم تفكري فيها وتطبخي فيها بيكون إلك أجر وعافية عند الله عز وجل. لذلك لا تشوفي هالشي النقمة، وإنما نعمة احمدي الله عليها. اليوم كلهم حواليكي، واستمتعي بهاللحظات الحلوة اللي عم تعيشيها معهم، وتذكري تستحضري وتجددي النية كل يوم، وكل الحب إلك ولعائلتك. تتحمسي لرمضان، وبعد يوم يومين وأقصاها 10 أيام الحماس بيبدأ ينطفي. تعالي قلك ليش وكيف تخلي حماسك يكمل معاكي لنهاية الشهر. المشكلة عادة بتكون بالعشوائية. رمضان ما بينفع معه العشوائية لأنه ضيف خفيف وسريع. الأفضل يكون له خطة واضحة وبسيطة. أول خطوة، حددي الهدف واسألي نفسك بصدق، شو بدي من رمضان بهذا العام؟ عبادات بدك تثبتي عليها، صلاة، قرآن، صدقة، قيام، أو عادات بدك تتركيها، غيبة، نميمة، تضييع وقت، تقصير. وبناء على الهدف بتعملي جدول يومي أو أسبوعي يساعدك تكملي لنهاية الشهر. والنقطة الأهم، خلي جدولك واقعي، مو جدول خيالي فوق طاقتك، لأنك مو داخلة سباق مين يختم أكتر ولا مين يسبح أكتر، وإنما استشعري فيها وعيشي معناها. وتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأعمال أدومها وإن قل. يعني ركزي على الاستمرارية والمعنى الحقيقي من العبادة، إني أعيش معنى العبودية لله عز وجل. رمضان هدفه مو عدد ختمات ولا سباق صلوات، رمضان هدفه قلب يرجع لربه قولاً وفعلاً. لأن ليس كل صيام جوع، وليس كل دعاء يقين. نحن لا ندخل رمضان لنغير مواعيد الطعام فقط، بل لنعيد ترتيب علاقتنا بالله. شايفة كل الأشهر التي كانت فوضوية وكنت تشعرين فيها بالبعد والحسرة عن الله؟ أبشرك، هالشهر عاد ليعيد إعادة ضبطك روحيا ونفسيا. لكن قبل كل شيء ارفعي يقينك بالله وتعالي معي. كم مرة رفعت يدك لكن قلبك كان متردد؟ كم مرة دعوتي وفي قلبك سؤال خفي: هل سيستجيب الله لي؟ ونسيتي أن في رمضان ليس كيف نطلب أكثر، بل شهرا نتعلم فيه
كيف نطلب الله، كيف ندعو ونحن موقنون وننتظر الإجابة ونحن في أتم الإطمئنان. دائما يتأخر الجواب وتفقدين الأمل، لكن في سلسلة إعادة ضبط راح نتعلم كيف ندعو ونحن واثقون بالإجابة. أنا لن أعطيك أدعية جاهزة لتدعي بها، بل لنمشي معا نحو يقين أهدى وقلب أكثر ثقة وروح تعرف أن الله حين يقول فإني قريب أنه لا يعدك بالسرعة، يعدك بالقرب. في هذه السلسلة لن نتعلم كيف نكثر الدعاء، بل كيف نحسن الظن فيه، وكيف ننام بعد الدعاء وكأن الأمر قد كتب وانتهى. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.